منها قبل كده. فهي قصه يعني انا حاطط ان شاء الله تفيدكم ان شاء الله. كان في ملك قريه من القرى فيها ملك حاكم يعني، وعنده تجار فاتحين محلات. فهو الملك ده من نوع كويس يعني ايه، ينزل يشوف الرعايه عامله ايه، فنزل يمشي في السوق. فنزل في السوق بتاع القريه او بتاع المدينه لقى محل انتيكات، يعني محل ايه قديم قوي وغطس تحت الارض كده زي البدروم، والراجل بتاعه قديم قوي كبير في السن يعني. فدخل يسال على ايه، على لوحات كده، فقال له لوحه كام يا حاج؟ اللوحه ايام بتتباع مثلا زي اللي قبل كده ب 10 20 جنيه. قال له لا ب 10000 جنيه. يا حاج اللوحه دي بكام؟ قال له 10000 جنيه. انت بتتحرك ولا جد؟ قال له جد. طبعا الراجل ما يعرفش الملك، لان ما كانش زي عندنا كده في بروباجندا على الملوك والرؤساء، لا هو راجل عادي ومحدش عارفه. فالراجل الملك هيمشي قال له يا حاج ده اكيد ب 10000. قال له 10000 وما عنديش الا هي. فراح الملك واخدها، وبس الراجل قال له خلي بالك يا استاذ او يا حاج، احنا ما نعرفش ان هو الملك، خدها اعمل منها قوي يعني، انسخها كام نسخه كده وعلقها في كل حته عندك، في المجلس بتاعك، في البيت، على باب البيت، على باب الايه، على في كل مكان في الشقه بتاعتك او بيتك، اعمل منها قوي والزقها. الملك خد النسخه دي كان مكتوب عليها ايه؟ فكر قبل ان تعمل. الحكمه اللي اخذها الملك، اخر حكمه عند الراجل الكبير في السن دوت، فكر قبل ان تعمل. وخد بمقوله الراجل الكبير دوت ان هو ايه، راح عمل منها قوي ووزعها على كل حاجه، حتى على هدومه. خلاص؟ وعلى الفوطه بتاعته، على كل حاجه. طبعا الملك خدها حطها على كرسي العرش وحطها ايه في كل مكان في القصر بتاعه. ده الملك دوت له اعداء زي اي ملك. فاعدائه عايزين يعني ايه يقتلوه، ياخدوا منه الحكم. فيعملوا ايه؟ راحوا جايين على اكتر واحد ممكن الملك يسلم له دماغه. مين؟ الحلاق. اي حد مننا بده دماغه الحلاق يقشر فيها زي البطاطسايه كده ويخلصها كده. فراحوا الحلاق قالوا له احنا قتلنا الملك، هنعينك وزير وهنقبض عليك اموال واموال واموال، ومحدش يعمل الموضوع خالص لان انت الملك بيسلم لك دماغه. وفعلا خد بعضه وجهز نفسه وراح. كان مش موافق في الاول، ضغط وتخويف وترغيب وترهيب، وافق. فاول ما راح هناك بص لقى على باب القصر ايه؟ فكر قبل ان ايه؟ ان تعمل. فالراجل اصلا هو واحد مرعوب، قال له هو الملك عارف ان انا هعمل في حاجه ولا ايه؟ فدخل جوه، طب شد حيلك، دخل جوه لقاها مكتوب على باب الايه؟ اللي هو غرفه الحكم. وبعدين لقاها مكتوب على الكرسي العرش، لقاها مكتوبه على الملايه، لقاها مكتوبه على كل حاجه، لقاها مكتوبه على هدوم الملك. فاترعب وانهار وقال للملك ايه الموضوع كذا 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 كذا، كانوا عايزين يقتلوك وجابوني انا اقتلك، وانا قلت له حاجه. فالحكمه اللي علقها الملك في القصر بتاعه ونجته من حاجات هو ما كانش عارفها. هو ما كانش يعرف، هو بيشتري الحكمه وبيعمل منها قوي في العصر انه حد يقتله وحد يفكر يقتله فهيرجع. فاحنا عايزين من حضراتكم حكمه، او انا مش هنتظر لما تقول عشان الوقت. عايزين حكمه احنا نفس الحكايه نعمل منها قوي، نلزقها في كل حاجه، في البيت، في كل مكان، على سكتش المحاضره، على شنطه، على الكلاسير، على بحيث تحفظني باذن الله سبحانه وتعالى من حاجات قد تقع في المستقبل، وخصوصا اثناء الحياه الجامعيه انا مش عارفها. ايه هي الحكمه؟ طبعا انا سالت دفعه كثيره واماكن كثيره، مدارس في اماكن كثيره، فيعني ايه وصلنا للحكمه اللي هي ايه؟ يعني قالها احد الائمه، احد التابعين: الله يراني، الله مطلع علي، الله شاهدني. حكمه هعمل منها قوي على شاشه الكمبيوتر واحطها، عشان لما اجي على الكمبيوتر اعمل اي حاجه ولا اروح اي حاجه، الله يراني، الله مطلع علي، الله شاهدي، تحفظني من حاجه قد اقع فيها بعدين انا مش عارفها. الملك ما كانش يعرف ان هي اتكتب. اعلقها على شاشه التلفزيون، اعلقها على الابليكيشن بتاعي، اعلقها على لو انا قاعد في اي مكان، اعلقها. احنا دفعه الطلبه نعلقها على السبوره من بره، بحيث تحفظنا باذن الله سبحانه وتعالى من حاجات قد نقع فيها في المستقبل احنا مش عارفينها هي. ربنا يحفظنا جميعا ويحفظكم جميعا. حددوا الهدف، اختاروا الصحبه، احضروا محاضراتكم، وربنا يوفقكم. وان شاء الله باذن الله 5 سنين تبقى زملاء في النقابه، وتبقى 5 سنين زملاء في السوق، وربنا يحفظكم جميعا.